اليوم بدي احكي عن مكافاه نهايه الخدمه برمضان الدوام الكامل. لو موظف بيستحق نهايه خدمه او مكافاه نهايه خدمه وفقا للتالي: بنحسب نحن اجر 21 يوم اذا كان تحت الخمس سنين، واجر 30 يوم اذا كان فوق الخمس سنين، على الاجر الاساسي. على شو؟ على الاجر الاساسي. على الاجر الاساسي. ما حدا يالف. يعني في ناس بتقول لي انا كان في شركه حسبت لي على كذا، لا ما تالف، على الاجر الاساسي بس. طبعا الموظف بيستحق عن اجزاء السنه، بمعنى اصح يعني انت يا المدير بدك تعطيه مثلا، هو لو كمل عندك سنه اوكي وثلاث شهور، الثلاث شهور بدك تحسبين بحسبه معينه، لو ما عرفت تخبرني بحسب لك اياها. المهم السنه وثلاث شهور، الثلاث شهور هدول اجزاء عن السنه بدك تحسب له اياها. لا تدخل ايام الانقطاعات لهالموظف بمكافاه نهايه الخدمه، بمعنى اصح يعني هالموظف هذا لو انه غاب عندك اسبوع، 4 ايام، 5 ايام، هدول ما بينخصموا مكافاه نهايه الخدمه. بتسالني ليش؟ انا رح اقول لك: لانك انت المفروض لما نغاب عليك اسبوع ولا 7 ايام ولا 3 ايام كنت تطبق عليه لائحه الجزاءات. انت ما طبقت عليه. طب يعني لا، بس لازم نحسب له اياها. خلاص يوم 2 3 اسبوع شهر ما بيدخلوا بانقطاع او انك تعمل له خصم من مكافاه نهايه الخدمه، بدك تحسب له اياه، ما في مجال. طبعا هلا بحق لك يا مدير انك تقتطع منه بحالات اللي هي شو؟ مبالغ مستحقه بحكم قضائي، عنده عهده، مستلم مبالغ معينه، في عنده قرض، في شيء اخذه من الشركه الى اخره، ما اثبته انت فيك تقتطع منه عادي، هذا حقك. اتوقع ما في شيء لحد الان، الموضوع بسيط وسهل وعلى السريع. هذا كان كل شيء بالنسبه لشو؟ لمكافاه نهايه الخدمه. لو في عندك استفسار تسالني يا اسمي ابو الليل، بنستفاد وبنفيدك وبنحكي وبندردش، وما يعني ما طفوا الكهرباء، طفوا الكهرباء خلص حاجه، طفوا الكهرباء. ايوه شكرا شكرا، ايوه شكرا.